السلام عليكم، معكم الأستاذ يزيد في أول بودكاست ديالنا إن شاء الله، اللي راح يكون بودكاست تاع كيفاش تقدر تقرا في هاد ال 15 يوم وكيفاش دير بروغرام واسكو راح يكفيك صح الوقت باش تقرا في هاد ال 15 يوم ولا لا. بون، باش نبداو اولا اخي الطالب اختي الطالبه الا راكم متاخرين عرفوا بلي مازال فيكم انكم الفرصه باش تلتحقوا في هاد ال 15 يوم 80% حتى ل 100%. دونك مازال فيها امل كبير بزاف. بصح المشكل هو كيفاش تقدر تستغل هذه العطله. هذا الفيديو حنحطه لكم من اليوم السبت ان شاء الله، الحد عفوا. سي مور هذا الفيديو غدوه الاثنين تبدا بروغرام، وانا حنحط لكم بروغرام حنديرو ان شاء الله في الليل باش غدوه الصباح نحطو لكم. مي سي ادخل معنا في التحدي. وعلاه حنديرو تحدي ان شاء الله؟ بصح قبل ما تدخل في التحدي اروح نحكيو دقيقه شويه. وعلاش راك تقرا؟ وشحال من مره نتايا تحب تنجح في امور وتفشل فيها؟ وشحال من مره نتايا دير بروغرام باش تسقم حياتك وتعاود البروغرام هذاك تحبسه؟ وشحال من مره تحب تشوف روحك انسان ناجح وتخيل روحك دير عفايس ملاح وتبدا تقرا اونجلي وتحبس، وتبدا سبور وتحبس، وتبدا بزاف عفايس ملاح وتحبس؟ ما راكش متمني انت صح تعيش هذاك البيرسوناج، هذيك البيرسوناليتي الخياليه هذيك تاع هايله بزاف؟ انت تقدر توصل لها، انت تشوفها دوكا، راك تشوفها في الناس، راك تشوفها في لي فيلم. بصح انت اسكو راك واصل لها؟ ما راكش واصل لها. وعلاه تبدا وتحبس؟ اما لا ليكيب اي نحبسو قاعد تخمم دوكا ونديرو الهدف ديالنا اني تحدي في هاد ال 15 يوم نقرا وننجح. ما يهمش شحال ديت في لي زانتيرو، ما يهمش الا راني فاشل، الا راني ماشي فاهم، الا راني اوت، ما يهمش. 15 يوم في يدي. يا شيخ مين نجيب لي يكون مانيش فاهم كذا؟ ماشي هكذا. هاد العقليه ماشي تاع ناجح. بصح قول لي صح كيفاش انا نقرا؟ ما نعرفش. ماشي تاع ناجح العقليه. لو كان دوكا يجيبوا لك العائله ديالك يحطوهم لك قدامك يقول لك عندك 15 يوم وحنا نعطولك اكزامان تاع شيمي مات فيزيك، يا تطلعهم يا العائله ديالك تختفي كامل. عبك باللي حتولي تقرا صباح وعشيه والنهار يولي فيه ماشي 24 ساعه بصح تحسوك اللي فيه 50 ساعه. وعلاه عندك هدف راح تنقذ الفاميليا ديالك. بس انت راهي حياه الفاميليا ديالك بين يديك و15 يوم، وراح تولي تقرا وتتعلم تقرا وتعرف تقرا في 15 يوم. واغلب اللي راح يطيحوا في هذا الاختبار اللي درناه دوكا تاع انهم يا يطلعوا يا العائله تختفي، اغلب يحيى ينجحوا فيه ويسلكوا العائلات ديالهم. اللي ما حش ينجحوا فيه هما العباد اللي ماشي حابين ينجحوا، اللي ما يحبوش انفسهم، اللي ما عندهمش ثقه في انفسهم، اللي يسمعوا الكلام الناس، اللي يعاملوا انفسهم بشكل خاطئ. ما بيناتنا ليكيب. دير التحدي ديالك هو انه هاد ال 15 يوم طلع بصح. وعلاش طلع؟ هاد المره ماشي العائله ديالك، هاد المره انت، حياتك انت راهي بين يديك. قول لي وشنو الفايده؟ واش الفايده تقرا؟ واش الفايده تكمل؟ ما كاش خدمه؟ هاد العفايس ما عندناش الوقت نقصروا فيهم. الا حاب تهضر في هاد العفايس روح العباد اللي راهم برا، هذوك اللي ما عندهم حتى معنى في حياتهم، وقصروا في هذه. انا راني نخاطب بالناس اللي راهي حابه تنجح. ماشي تبدا تقول لي قريتيه ومن بعد ما فيها والو. ايه خلاص عندك الحق صح ما تقراش احنا واش دخلنا فيك؟ ايه صح ما دير بها والو القرايه، وعلاش تقرا؟ لا لا ماناش هكذا. راني نخاطب الناس اللي صحي حابه تنجح وما راهيش عارفه كيفاه. ماشي اللي ما على بالهاش وعلاش تنجح اصلا، ولا تشوف الناجح هذا ما عنده حتى معنى. ايه هذاك ما كان له انت تشوف الفيديو اصلا، وما كان له تسقسيني، وما كان له يصرى كونتاكت ما بيناتنا، بس انت راك في جهه وانا راني في جهه واحده اخرى. مي كاين الناس على بالهمش كشي يقراو، راهم ضايعين، ما عندهمش ثقه في انفسهم. هادو اللي انا نهضروا معاهم. اول خطوه ديرها دوك انا وياك في هذا الفيديو، تكتب دوكا، تجبد ورقه وستيلو. لا لا نصح مني لازم دوك تحبس الفيديو وتروح تجيب ورقه وستيلو. ما حبيتش تجيب ورقه وستيلو. شفت كيفاه؟ شكل لي باللي عمل بسيط، عمل بسيط انك تجيب ورقه وستيلو ما قدرتش ديرو لمصلحتك.
بصح انت هذا العمل شحال يدي لك من وقتك؟ يدي لك واحد نقولوا دقيقه ماكسيموم الا كان بعيد عليك الكورطاب ولا الصاك والى اخره. دقيقه من وقتك بزاف على بالك. بس دقيقه من وقتك انت راك تضيع ساعات وايام في لي ريل والتيك توك وانستا ولي فلام وقصرات ما عندهم حتى معنى، وفي لي سيري وفي لي فيلم الى اخره. بصح كي قال لي يزيد روح جيب ورقه، هاد العفسه ما عندها حتى اهميه، نقدر انا نستفاد غير بالسمع، راني نسمع فيه يهضر ما كان له نكتب. راك غلط. هذا اكبر دليل على انه ما راكش تقدر دير الخطوات. على جال هاد العفسه اللي دائما انت تبقى تسوف، تحب تنجح وما تنجح غير في مخك. وعندك قدرات راني معاك، وذكي راني معاك، بصح ماكش تستعملهم وماكش تستفاد منهم، وإلا كنت تستفاد منهم ماكش تستفاد منهم 100%. الا راك حاب بصح تنجح دوك تنوض تجيب ورقه وستيل، تحبس الفيديو، خذ لي الراي. انا والله غير كملت قرايتي. انا دوك راني مداير لكم فيديو، هذا وين جيت كنت نقري، دوك نكمل الفيديو نروح نونطريني ومن بعد نرقد. انت لا عندك لي زيكزام. ونزيد نقول لك ما حش تلقى فوق الكره الارضيه واش راني ندير انا دوك في الجزائر. واش راني ندير لك دوكا؟ جلسه نفسيه ومن طون تحفيزيه، وراني نمدلك في عقليه من عند انسان كنت تحت الصفر وكنت كيما انت سوا، والحمد لله ربي رفعني ووفقني في بزاف امور. ماشي نقول لك انا انسان واو بارفي حسب روحي، لا لا راني برك نقول لك باللي نجحت في امور راني حابك تنجح، هذا ما كان. وانا هاد العفسه وهاد الهضره كنت نتمنى انسان يهضرها لي. ما راكش حاب تبين للناس باللي انت صح قادر، ماكش حاب تبين لروحك معليش باللي انت صح انسان قادر، باللي انت صح انسانه قادره. ما تحبش روحك لهالدرجه، والله غيرك شغل من ذاك مخي يحبس. قادر تنجح وماكش حاب تنجح، ماشي نورمال على بالك. بصح من جهه واحده اخرى تضيع وقتك، دير عفايس عيانين، تطيح مع عباد توكسيك، تسمع العباد العيانين، تامن عفايس عيانين على روحك، ومن بعد تخمم تقول علاه الناس تاديني وعلاه الناس ما تحبنيش. انت اول انسان سيء مع روحك. الله بيريف قادر تنجح بصح ماكش حاب. اول خطوه للناجح انك تقبض ورقه وستيلو دوك وتكتب فيها راني حاب ننجح، ومن بعد اكتب تحتها 15 يوم في يدي برك واخزر فيها. خلي روحك تفهم صح باللي انا راني حاب ننجح وعندي 15 يوم. كي تشوف هكذا فيها مليح اكتب باذن الله راني ناجح، وخلي هذيك الورقه. كي تخلي هذيك الورقه هذه اول خطوه، راك فهمت مخك بلي انا راني حاب، ماشي غير هضره، راني كتبت. اول خطوه اني نكتب، راني كتبت، راني بينت لك مخي. مخنا ما يفهمش. وحوسوا على الناس اللي تكتب الاهداف ديالها والناس اللي ما تكتبش الاهداف ديالها، وشوفوا الفرق ما بيناتهم، وشوفوا شكون هي النسبه الكبيره اللي تحقق الاهداف، اسكو الناس اللي تكتب ولا الناس اللي ما تكتبش. الخطوه الثانيه اللي لازم ديرها انه تفهم راك في تحدي ماشي امتحان. وشنو هو الفرق ما بيناتهم؟ امتحانك خايف، قريب لي سيكزاما مانيش مريفيزي، نعاود العام ولا نعاود الباك ولا مخلطط لي. العقل حبسهم. 15 يوم عندي تحدي، راني حاب نقرا وانا مستمتع بالدراسه. كي نقرا الفيزيك ما نخافهاش، كي نقرا المات ما نخافهاش، كي نقرا الشيمي ما نخافهاش. ما نديش مليح معليش، بصح راني نقرا بواحد لا فاصون تاع استمتاع، ندير حاجه مليحه، حاجه نحبها، وراح باش نبروفي لروحي وللناس بلي انا صح هاي لوفور. ديرها تحدي ماشي امتحان. تما دوكا كاع هاد العفايس اللي راح ديرهم تحدي ماشي امتحان. ماشي ديرها يا خلاص تعاود العام، انسى تعاود العام، خلاص باذن الله راك ناجح. دوك تحدي شحال ندي المعدل. ثالث خطوه لازم لك برنامج دراسي.
برنامج غدوه نحطوه لك باذن الله، ونعاود نجيك في بودكاست جديد ونشرحه لك من الأ للزد وكيفاش تدخل معنا للتحدي. التحدي ينطلق يوم الثلاثاء باذن الله. الحاجه الرابعه، ابلوكي انستا، ابلوكي ليريل، ابلوكي فيسبوك، ابلوكي سناب شات. ريح ما تفلامي، فلامي روحك، فلامي روحك باش تقرا. ريح ما تفلامي، ريح ما تشوف لي ريل، ريح ما تشوف لي ستوري، ريح ما دير كاع هادو كاع، خلاص 15 يوم حبس. بصح نقدر انا نشوف ما تقدرش، ماكش فاهم مخك شاو يخدم. تقرا زوج سوايع ومن بعد تروح تشوف ستوري ديالك، تدخل هكا زعما طفله، تدخل هكا الستوري تلقى باللي صاحبتها الاولى مكتوبه جورني انوبلياب، طفله راهي فرحانه هذه، تزيد تقلب ستوري الدوزيام طيح لها كش انفلونسوز وحنا ورانا عايشين كذا ومنا، هذه تانا عايشه لا بلفي، تزيد تقلب طيح لها بنت خالتها، ورانا رايحين زعما راحوا لكش عرس ولا، وتبدا توري باللي راحوا للعرس وجازت هايله العرس كذا. بعد تقول الاولى راهي جورني انوبليه بالحفله، الدوزيام راهي عايشه لا بلفي، التروازيام راهم في العرس، وين نروح نقرا؟ ايا مخك يهبط له المورال بلا ما تحس. اشاك فوا هكذا، برك انت ماكش فايق، ايا تدبرس تحس الناس كاع فرحانين غير انت الحزين، وغير انت لك وحدك، وغير انت اللي عندك مشاكل، وغير انت اللي الناس ما تفهمكش، بس كنت تشوف لي ستوري تحسهم كاع واو. انا نقول لك عبسه، شت هذيك اللي دارت لك جورني انوبلياب العشيه تلقاها تبكي، بصح لا ما تبينلكش بين لك غير تاع جورني انوبلياب. ونقول لك انا عفسه، هذيك الانفلونسوز اللي بينت لك حياتها واو، حياتها بالك انت انت ولا انت، انا نهضر على انت انت ما تمنيش تعيشي حياتها هذه. وهذيك اللي كانت في العرس بالك راهي وحدها مسكينه كرهت دارت هكا ضحكت باش ما تبينش هذيك الوحده منا وهي الاز. والطفل ثاني تدور تلقى واحد في فرنسا، واحد في كندا، واحد في اسبانيا، تقول شنو ندير انا هنا، شنو ندير انا ولا شنو نقرا، خواري في كندا في اسبانيا هذيك التطور، هنا السركاله كذا كذا، مخك يبدا يهبط لك مورا، تقدرش تقرا. ماشي عيب تكونيكتي، عيب تشوف لي ستوري تاع الناس اللي ما يفيدوش، و99.99 ما يفيدوش. معليش تخلي يوتيوب، بصح ما تخليش انستا تيك توك سناب شات، خلي يوتيوب. ادخل يوتيوب، شوف عفسه تفرحك، شوف عفسه تحبها، شوف بودكاست، ادخل اسمع البودكاست ديالي، بصح ما تروحش تشوف لي ريل والشورت ولي ستوري تاع الناس، بس مخك بلا ما تفيق يكومباري. انا ما نكومباريش، اسكت علينا، اسكت علينا، هذه بلا ما تفيق، هذه بلا ما تفيق، تخدم لك على البعيد، تولي تكومباري بلا ما تحس على البعيد. مخك ماشي كيماك فاهم انت، مخك ماشي زعما في هذيك الدقيقه لازم تكومباري ولا لا لا، ما تفهمش واش يصرالو، حتى تلقى هبط لي المورال. وعلاه ما على باليش، كرهت البلاد، مانيش حابه نقرا، طفله ماهيش حابه تقرا، سيد ما كاره البلاد. وعلاه؟ شوف واش دارت زوج سوايع يومين سمانه من قبل، تفهموا علاش ولا يخمم هكذا. 15 يوم لازم تربص مغلق ليكيب. هذه هي الحاجه الرابعه. الحاجه الخامسه والاخيره، واللي هي نورمالمون الاولى كاع، بصح نفينيو بها، تتوكل على ربي سبحانه، بسك الله هو الموفق. الله اكبر، اكبر من الامتحان ديالك، اكبر من المرض ديالك، اكبر من الوحده اللي راك تحس بها، اكبر من الحزن اللي راهو في قلبك، اكبر من العباد اللي اداوك، اكبر من الاذيه هذه اللي توجعك، اكبر من مشاعر الاذى والعار والصدمات النفسيه تاع بكري، اكبر من القرايه، اكبر من باب الزوار. الله اكبر من كل شيء في هذه الدنيا. تما ربي كيقدر لك تنجح تنجح، كيقدر لك تترفه تترفه. كيفاه انا ما على بالناش، ما تقوليش كيفاش، ما تقولش كيفاش، وين حنعرف؟ الله عز وجل يقدر لك حاجه تصرى لك خلاص. قولي بصح انا راني خاربها وكيف والانسان لو يهضر. انا ما نحبش ننصح في الدين، بس انا ماشي قدوه، والشيطان يجي يقول لي انت خاربها وتنصحهم في الدين. مانيش نقول لكم انا انسان هايل، انا فري انسان عيان، بصح نفهمكم امورات. ربي كريم، ربي رحيم، ماشي لازم تكون هايل باش يستجيب لك، هذه ماكش فاهمها، ماشي لازم تكون هايل.
يا وتكون أسوأ الخلق وتدعي ربي من قلبك وتبين الضعف ديالك لربي ينجيك ويوفقك. ماشي ما انت تروح دير عفايس عيانين، بيان سور طيع ربي، وكي تغلط تعاود توب، تغلط تعاود توب، بصح ابقى تدعي ربي. مام كي تغلط بقى تدعي ربي، مام كي تكون بعيد ادعي ربي، وكي تكون قريب ادعي ربي تاني. ربي الله الخالق، ما تيماجينيش شغل الله عز وجل، استغفر الله ولله المثل الاعلى، ماشي شغل كيما زعما انسان زعما نقولوا تغلط مع الاولى دوزيام تروازيام بعد لا لا، الله عز وجل توب وتعاود توب وتعاود. الله 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 شغل الله، ماشي انسان ماشي مخلوق، الخالق. تيماجينيش كيما مخك الشيطان يخليك تامن بلي انت خلاص الله عز وجل خلاص تركك حاشاه الله عز وجل، وبلي واش يصراك من مشاكل اجل الذنوب. وين على بالك هاد المشاكل اللي يصراو لك كاع ماشي كاع عقوبات من الله، هادوما برك عفايس انت غلط فيهم يصراو لك، ولا عفايسك تدي الاجر عليهم وانت كتحسهم عقوبات. بس لو كان ربي يعاقبك، لو كان راك هولكت خلاص تتهلك تروح فيها. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا البودكاست. الى استفدت نطلب منك طالب واحد، خلي لي تعليق باش نشوف شحال من واحد كمل حتى للاخر. وصدقوني غير كي نشوف ناس كملت حتى للاخر وخلت لي تعليقات، غير راح نكمل لي بودكاست وراح نحط لكم تحديات وراح نزيد نخدم ونحيها من وقتي، وهكذا نحيها ونعطيها لكم. بصح وكان تعجز تخلي لي تعليق ماشي حق عليك، ارجوك خلي لي تعليق في ليلي ما نقولهاش كذا. بصح في يوتيوب راني حاب نشوف شحال من انسان كمل، شحال من انسان عجباته الهضره. وإلا لقيت تفاعل بزاف راح نديرو كل حلقه بودكاست ونحكي لك على المشاكل النفسيه من الأ للزاد، وراح تستفاد كراف باذن الله عز وجل. وبيان سور القرايه هذيك حاجه نفرغ منها. نشوفكم غدوه ان شاء الله في بودكاست جديد، ونديروا البرنامج كيفاش تقرا ووقتاش تقرا وعلى شحال تبدا باذن الله. والتحدي يبدا نهار 3 غدوه، نفهمكم كيفاش تدخلوا له باذن الله، باش نهار 3 ننطلقوا في حمله طلع عامك في 15 يوم ولا 13 يوم بقى. ربي يوفقكم كامل. كان معكم الاستاذ يزيد، خلي لي تعليق مليح. السلام عليكم.